أهلا بيكم في الحلقة الخامسة من سلسلة نهاية العالم وعلامات الساعة، أو العكس، يعني أي حاجة. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يعني إن سيدنا عيسى عليه السلام لما هينزل حكم عادل، هيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وهيفيض المال، يعني المال هيبقى كتير جدا. وطبعا ما ننساش المهمة الأساسية اللي عشان خاطرها نزل سيدنا عيسى عليه السلام، ألا وهي قتل المسيح الدجال. واللي ما شافش حالة المسيح الدجال يخش يشوفها. طبعا احنا ذكرنا في الحلقة اللي فاتت إن سيدنا عيسى هينزل عند مسجد دمشق عند المنارة البيضاء، وهيكون المسيح الدجال و70,000 يهودي محاصرين المسلمين في مسجد دمشق. لا مش هحرق عليكم الحلقة، خشوا شوفوها. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: الأنبياء إخوة علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، إنه رجل مربوع، يعني لا طويل قوي ولا قصير قوي، إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر ماء، وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الأمم كلها إلا الإسلام. يعني اللي هيبقى فيه يهود ولا نصارى ولا بوذيين ولا أي حاجة تانية. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض، يعني ان الامان هيسود الارض حتى ترتع الاسود مع الابل. متخيل ان الاسود هتبقى مع الابل عادي؟ يعني انت دلوقتي تشوف اي اسد او معدي من قدامه فرخه هياكلها. والنمور مع البقر، لا اله الا الله، والذئاب مع الغنم، لا حول ولا قوه الا بالله. ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ويلعب الصبيان بالحيات، يعني هتلاقي كده ابنك الصغنن كده النونة ده، هتلاقي يجيب الحية أو التعبان يقعد يلعب بيها عادي، ويمكث 40 سنة وبعد كده هيتوفى ويصلي عليه المسلمون. طب في ال40 سنة ديت ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. قال: فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم، قال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما حينها فلا يعلم به أحد إلا الله. وفيما عهد إلي ربي عز وجل، العلامات يعني بتاعت الساعة، أن الدجال خارج ومعه قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. قال: فيهلكه الله إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا تعال فاقتله. قال: فيهلكهم الله عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أكلوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس يشكون فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تمتلئ الأرض من نتن ريحهم، وينزل الله المطر فيغرق أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم، لا يدري أهلها متى تفجأهم. ذكر خروج يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وفي قصة ذو القرنين قال الله تبارك وتعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما
مسكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان نايم، لما صحي وشه كان محمر وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين إصبعيه زي ثقب صغير كده. فالسيدة زينب قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال لها نعم إذا كثر الخبث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا، يعني ان يأجوج ومأجوج كل يوم بيحفروا في السد، اول ما يلاقوا شعاع الشمس ظهر الكبير بتاعهم يقول لهم خلاص يا رجاله استريحوا بكره هنكمل، فلما يرجعوا له تاني يوم هيلاقوا ان الثقب ده تلائم تاني ورجع اشد من الاول، لغايه ما الكبير بتاعهم هيقول لهم ايه اغدوا فستحفرون غدا ان شاء الله. اول ما يقول ان شاء الله لما يرجعوا تاني يوم هيلاقوه زي ما هو، هيفضلوا يحفروا ويحفروا لغايه ما يخرجوا وهيعدوا على بحيره طبريه وهيشربوا كل الميه اللي فيها، لدرجه من كتر تعدادهم الاخر ياجوج وماجوج هيقولوا يا جماعه هو مش كان فيه هنا ميه؟ في نفس اللحظات ديت ربنا سبحانه وتعالى هيوحي لسيدنا عيسى عليه السلام اني اخرجت عبادا لي لا يدن لاحد بقتالهم، يعني مش هينفع معاهم لا حروب ولا معارك، فحرز عبادي الى جبل الطور. فسيدنا عيسى هياخد المسلمين اللي معاه وهيستخبوا في جبل الطور. تفتح ياجوج وماجوج فيخرجون كما قال الله تعالى من كل حدب ينسلون فيفش الناس وينحازون عنهم الى مدائنهم وحصونهم ويضمون اليهم مواشيهم فيضربون ويشربون مياه الارض حتى ان بعضهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ها هنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء، قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليهم مخضبة دماء للبلاء والفتنة. يعني يأجوج ومأجوج هيجيبوا كل واحد الحربة بتاعته والسهام بتاعته ويضربها على السماء فتنزل الرماح والسهام ديت فيها دم للبلاء والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ماذا فعل هذا العدو؟ يعني يا جماعة مفيش واحد كده يتشاهد على نفسه كده ويشوف العدو ده عمل ايه؟ قال فينجلد رجل منهم محتسبا نفسه، يعني هو كده كده عارف ان هو هيتقتل فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم، يعني من كتر الجثث وكتر الخراب اللي عملوا يأجوج ومأجوج الدواب بتاعت المسلمين هتاكل لحوم يأجوج ومأجوج، فربنا سبحانه وتعالى هيرسل طيور عشان تشيل جثث يأجوج ومأجوج وترميها في البحر، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هينزل المطر عشان يغسل الأرض من الدماء والنتن والعفن بتاعهم، وبعد كده سيدنا عيسى ومن معه هينزلوا من الجبل ويعيشوا في سلام. فسيدنا عيسى هيحج للبيت وهيعتمر، وبعد ما هينهي مناسك الحج والعمرة هيروح المدينة المنورة عشان يزور قبر أخوه فيتوفى هناك ويدفن بجانب أخوه عليهما الصلاة والسلام. خلي بالك الحجرة النبوية اللي مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في موضع رابع، عشان تبقى عارف يعني في موضع لقبر رابع، والموضع ده ربنا سبحانه وتعالى دخله سيدنا عيسى عليه السلام. تعالوا بقى نبص للإشكالية ديت. في ناس كتير فاكرة إن يأجوج ومأجوج دول فضائيين، واخد بالك أنت، كائنات متوحشة. لا يا جدعان، هم بشر من البشر عادي جدا، وقيل كمان إن هم من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام. ونيجي بقى لأوصافهم بقى. بيذكر الإمام ابن كثير بيقول
وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك، المخرمة عيونهم يعني عيونهم ضيقة، الزلف أنوفهم يعني مناخيرهم صغننة كده دقيقة، الصهب شعورهم يعني شعرهم ناعم. مش بتفكركم الأوصاف ديت بحد؟ وخلي بالك الأتراك مش الأتراك اللي هم اللي أنت عارفهم دول، يعني عشان تبقى عارف هم أوصاف يأجوج ومأجوج: عيونهم ضيقة، مناخيرهم دقيقة، وشعرهم ناعم. بيكمل الإمام ابن كثير وبيقول: ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، في منهم الطويل يعني، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير. يعني الخلاصة اللي عايز يقولها الإمام ابن كثير: في منهم الطويل اللهبل والقصير الأزعة، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى. والصراحة اللي قال الكلام ده أفور بزيادة يعني الصراحة. حتى الإمام ابن كثير هو بيقول: فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما لا دليل عليه، إذا كان أساسا هم بشر من البشر أصلا يعني. وقد ورد في حديث: إن أحدهم لا يموت حتى يرى من نسله 1000 إنسان، فالله أعلم بصحته. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده، واتمنى ان انا اكون لخصت لك حكايه ياجوج وماجوج على قد ما اقدر يعني. ويا ريت تقول لي رايك ايه في الحلقه ديت، واكتب لي تحت في التعليقات. وما تنساش قبل ما تخرج انك تتفاعل مع الفيديو وتشترك بالقناه. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.